تعالي علمك تسوين هذه الكيكة الحلوة بتزيين تحسيه صعب بس هو كلش سهل. مثل ما تشوفوها ما تفرقوها عن الجاهز، وبكيكة اسفنجية بدون زيت وبيكنج باودر وحليب. ويلا نبدي بكل التفاصيل. 4 بيضات عليهم رشة ملح ونبدي نخفق، وراح نضيف كوب شكر نضيفها بالتدريج مع الخفق المستمر على أعلى سرعة، ونستمر بالخفق إلى أن يصير مثل ما تشوفون تقريبا لونه أبيض. وهسه نحضر المكونات الجافة عبارة عن طحين وكاكاو باودر وشوية نشا، والمقادير تلقوها أسفل الفيديو. راح نضيف شوية شوية ننخل ونخلط على كيف إلا أن تخلص الكمية، ونخلط خلط كلش خفيف من جوا لفوق حتى ما يطلع الهواء اللي دخلناه للبيض، لأن احنا ما حاطين بيكنج باودر فنعتمد على نفشة البيض. خليتها بقالب مفروش بورقة زبدة ودخلتها الفرن حار، وتفاصيل الشوي اكتبها أسفل الفيديو. من بردت قطعتها بالنص وحشيتها بالكريمة والنوتيلا أو أي حشوة ثانية تحبوها، وغلفتها تغليف عشوائي بالكريمة، وبعدين سويت هذا الشكل بالنستلة. قست ورقة الزبدة على قد القالب، ننتظرها شوية تتماسك، يعني مو هي وماي نحطها، بس بنفس الوقت ما يصير تجمد، لأن إذا جمدت كلش حتتكسر عندكم. فتخلوها شوية تتماسك وتلفوها على الكيكة. طبعا النستلة بس ذوبتها بدون أي إضافات، وزينتها بالفراولة والكريمة، وشلت ورقة الزبدة، وهذا باقي التزيين. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون تدعموني باللايك والمتابعة، وبالعافية.